فأنا شايف إن كولر مدرب جيد جدا، مدرب ممتاز، مدرب متفائلين في خير. بس أنا شايف إن أنا أوصل لضربات الجزاء مع المقاولين، ضربات الحظ، اللياقة البدنية بتاعت اللعيبة ضعيفة جدا. أنا شايف إن في عامل بدني في الأهلي مش موجود، وشايف إن في لعيبة لازم تمشي. طبعا هو رأيي ما يهمش، بس انا شايف ان في لعيبه مش موجوده، في لعيبه مش هينفع اصلا تبقى متواجده. شايفين ان في لعيبه كتيره ما تستاهلش تلبس الفانيلا الحمراء، او عشان نكون منصفين تقيل عليهم الفانيلا الحمراء. حوار الضغط، لان اللي بيلبس الفانيلا الحمراء احنا كجمهور يعني صعبين شويه عن اي جمهور تاني. انا ده اللي انا متاكد منه، ان احنا جمهور، انا راجل اهلاوي متاكد ان احنا جمهور صعب جدا، صعب المزاج، عاوز بطولات على طول، ما بيشبعش. الحاجه ديت بتكون ضغط على بعض اللعيبه وعلى كل اللعيبه، مش بعض اللعيبه. طيب اللعيبه اللي بتقدر تستحمل الضغط ده فين؟ ففي ناس ما تقدرش تستحمل، في لعيبه تقدر تستحمل. فاحنا مش بنتكلم ان في لعيب حلو او وحش. انا شايف ان محمد هاني لسه عيل صغير، بيلعب ان هو لسه ناشئ في النادي الاهلي، طري قوي، كورته ضعيفه. جول التعادل المقاولين نام على بطنه. يا عم ارحمنا يا عم محمد هاني. انا مصر ان محمد هاني في واسطه بتلعبه. انا شايف ان محمد هاني في واسطه بتلعبه. انت بتدخل على الكوره مغمض، انت المفروض تغطي راجل تلعبت له الكوره، بغض النظر عن انك ضعيف في الكوره، او معنى اصح بسطك ضعيفه، بطيء، بتفكر لورا دايما، يستلم الكوره يرجع لورا دايما، خواف، يستخبى، ما بيفتحش، حاجات كتير. لا، تعالى اتفرج على الجول اللي جه التعادل. التغطيه، مش هتكلم على التغطيه، مش هتكلم ان الاهلي انضرب في الجول في الكوره، انا مش هتكلم عن الحاجات دي. انا بشوف ان محمد هاني داخل للكوره. انا واحد مدافع، قلب دفاع، داخل ان انا اتصدى لشوطه او كوره، هجمه خطيره، انزل مغمض مدار وشي كده ومغمض عينيا ونازل على بطني. ايه يا عم، انت مش شايف كوره اصلا، انت نازل فين؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه ان ياسر ابراهيم بطيء برضو. احنا اعتمدنا على محمود متولي ومحمد عبد المنعم زي ما انا قلت في فيديوهات كتيره، كان منصف جدا. طبعا ياسر ورامي لاعيبه كبيره، بس انا شايفهم يبقوا احتياطي، يعني الاساسيين لما يرجعوا من الاصابات. وشايف ان ياسر عاوز لعيب لما يلعب جنبه عشان هو يلعب، يعني يكون سبرنت بتاعه قوي، سبرنته اعلى من ياسر، يغطي ورا ياسر. تاني حاجة، أنا شايف إن في محمد أشرف لعيب ناشئ كويس كل حاجة، بس أنا شايف إن هو لعيب ضعيف، لعيب ناشئ كويس كل حاجة، بس أنا شايف إن هو لعيب ضعيف، لعيب بطيء قوي، كورته مفيش فنيات. يعني هو عاوز يلمس الكورة، يجيله الكورة يقطعها، شايف فيه بطء جامد. ان كان الاهلي مش هيجيب باك شمال تاني، فلازم محمد اشرف يطور من نفسه جدا جدا جدا، وده عامل من الكوتش. لازم، انا شايف ان هو مش الجبهه اللي خدناها جilberto، محمد عبد الوهاب، سيد معوض، علي معلول عفوا. انا مش شايف ان الجبهه ديت تشتغل يعني كده. فانا الحمد لله الاهلي فاز، الحمد لله اللي احنا صعدنا. برضو زي ما احنا بنقول كاس العالم ما ينفعش فيها، ما ينفعش المانيا والبرازيل. كاس مصر ما ينفعش من غير الاهلي. طبعا انا مش هتكلم على المباريات اللي هي بتاعه الخصم او اي خصم حاليا، بس اللي انا اقدر اتكلم فيه ان تغييرات الاهلي كانت مش موفقه. انا جبت جول بدل ما انزل محمد شريف، انزل واحد نص ملعب عندي احمد عبد القادر. انت بتريحه من مباراه الدوري، احنا بنتكلم في مباراه كاس. مباراه الدوري ممكن فيها التعويض، انما مباراه الكاس انت خرجت، تتعوض فين عشان تبتعد عن اللعيبه الاساسيه؟
الحمد لله اللي احنا صعدنا، الحمد لله بالاداء اللي هو الشوط الاول كان كويس. الاهلي ضيع فرصتين مؤكدتين. هارد لك كابتن شوقي غريب، انت اديت بشرف طبعا. وصلت ضربات الجزاء مع النادي الاهلي، قفلت كويس. وما يزعلش سعيد وده او مش عارف اللي ضيع ضربة الجزاء، يعني انا ما يزعلش يعني.